من جديد السي محمد والسي عمر متفقين بأن معك هما حتى هما متفائلين، ولكن هما كيوضحوا بأن مقتنعين بأن الأمد المنظور غادي نبنيو فيه ديمقراطية كاملة. واش تقديرك؟ لا كاملة. لا، الموضوع ماشي هو ديال التوقعات، الموضوع هو في التحليل وفي المراحل وفي المنهج وفي الأسلوب وفي الآليات وفي الخطاب إلى آخره. أنا غير بغيت نقول بأنه الدينامية ديال 20 فبراير يمكن نخصو لها شوية وخصو نقيموها مزيان، تقييم عميق يعني داخلي وخارجي، لكن واللي هو مؤكد هو أن الشباب ديال 20 فبراير وقف واحد المسار تحكمي كان غادي ليه المغرب، وقدم البلاد واحد الخدمة اللي اليوم راحنا عايشين بسبب هذاك الديناميه اللي طلقوها الشباب ديال 20 فبراير. ولذا انا ما ضد التبخيص او لا نقيموا بطريقه سلبيه نقولوا راه ما حققاتش ولا ما دارتش، راه دارت داك الشيء اللي كان خصها دير وزياده، ربما وزياده على عكس ما يعتقده الناس. غير هو داك الشيء على قدنا ماشي على قد طموحاتنا وما نفكر فيه يعني وما نطمح اليه. داكشي على قد الا بغينا نقولوا المستوى ديالنا، ومازال كتقوم بهذا الدور يعني في محطات معينه. تذكرتي المثال ديال دانيال اللي طرح فكره المساءله ديال قرار صادر على سلطه في البلاد. هما الشباب اللي بعضهم من 20 فبراير او جمعيه المجتمع المدني او حتى بعض الفاعلين من احزاب سياسيه، ولكن هما اللي كانت عندهم الجرأه باش يوجهوا سؤال الى من يهم الامر في الميدان، ومن يهم الامر عاوتاني التقط الاشاره بطريقه ذكيه وسريعه وماشي بطريقه يعني ديال نميكوا على هذا الشيء، وقام بما كان ينبغي ان يقوم به، وقرر يعني التراجع على ذاك القرار ديال العفو. والان النقاش حول كيفاش نبنيو مؤسسة العفو بطريقة ديمقراطية وبطريقة تنسجم مع دولة الحق والقانون، وهذا مهم كنظن جدا. لكن الحراك الشبابي أو لا ما يسميه البعض ديمقراطية الرأي أو الاتجاه احتجاجي في الشارع هو ما كيمكن له يدخل في المسار الديمقراطي إلا وفق أطر مؤسساتية، بمعنى أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس أحزاب سياسية. ما كاينش شي نموذج ديمقراطي خارج الأحزاب السياسية. وهذا تحويل القوة الاحتجاجية إلى منطق مؤسساتي هو واحد الثغرة مازال موجودة. فإما ينبغي أن تحصل ثورات داخل الأحزاب السياسية لتغيير النخب التي لا زالت تفكر بطريقة تقليدية، وإما هذا الشيء غادي يحتاج عاوتاني للوقت للتغيير من داخل الأحزاب السياسية. لكن أن تكون هناك ديمقراطية خارج الأطر المؤسساتية أو خارج الأحزاب السياسية فهذا مازال ما موجودش. ولكن الاحتجاج، علامات ديال الإنذار، التهديد، هادشي كله كيصب في صالح الديمقراطية لكن ما كيصنعش في النهاية الديمقراطية. أنا قبيله ما قلتش بأنه الأمور غتحسن في 5 سنوات، حتى واحد ما قال بنا غنجيبوا الديمقراطيه في 5 سنوات. هادشي ما عمرو كاين لا في خطاب شفوي ولا في ادبيات مكتوبه. ما كاينش واحد على الاقل داخل الاتجاه الذي امثله قال بانه الديمقراطيه غنديروها من دابا 5 سنوات. اسمح لي انا فهمت من السؤال ملي قال لك 5 سنوات انا اعتقدت بانك كتجاوبوا على هذاك السؤال. لا 5 سنوات لا ما يمكنش نقول انا يعني انا متفائل في الاتجاه ديال صحيح. واش متفائل؟ صحيح 5 سنوات غنحققوا فيها اشياء مهمه وايجابيه، ولكن ما يمكنش نقول راه غنحققوا فيها الديمقراطيه الكامله، لانه الموضوع كله مبني على صيرورة وفق شروط ثقافية واجتماعية وسياسية ونخبوية اللي خصنا نحضروا منها. الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان الأخرى زعما تم بنفس الطريقة، ولكن بهذا التجريد ديال أننا ما كنعطيوش لنفسنا أفق زمني وما كناخذوش الالتزامات وما كنتواعدوش مع الجمهور ديالنا على واحد الرزمه. وكاين تجارب متعدده. صحيح احنا في المغرب يمكن نحن بصدد صناعه التجربه ديالنا، لانه هو انتقال ديمقراطي هو ماشي واحد الوصفه موجوده في الكتوبه وغيجيو الناس وغيطبقوها. حتى في التجارب ديال الانتقال الديمقراطي حتى سالاو المرحله توصلوا للمرحله الديمقراطيه عاد جاو كتبوا داك الشيء اللي داروا من قبل، بمعنى ان المغرب هو بصدد بلورة النموذج ديالو. مثلا داك الشيء اللي وقع في اسبانيا، رجوع الجيش للتكانات وعوده الملكيه
والاعتراف بجميع الفاعلين السياسيين بما في ذلك الشيوعيين او الذين لهم نزوعات جهويه او انفصاليه او القوميين، هادشي كله تم الاعتراف به وصوبوا دستور جديد ودازوا حتى سالاو حتى وصلوا ل 78 81 عاد قالوا بان داك الشيء اللي عشنا من 75 81 سميتو مرحله انتقال ديمقراطي. بمعنى ان احنا دابا اليوم حتى دابا راه ما يمكنش نقول انا بانني راني بصدد تحول ديمقراطي مضبوط. علاش؟ الدليل ديالي في ذلك هو انه مازال عندنا واحد النقص في الاتجاه ديال الانفتاح على جميع القوى السياسيه الموجوده في المجتمع. خصها تدخل الى الاطر المؤسساتيه، بمعنى جماعه العدل والاحسان اليوم ما حدا خارج الاطار المؤسساتي والحزبي، راه مازال عندنا ما عمرنا نقولوا درنا انتقال ديمقراطي. بمعنى الانتقال الديمقراطي يفترض انخراط جميع الفاعلين اللي طبعا باغيين يديروا السياسه واللي باغيين يتنافسوا واللي باغيين يديروا واللي مقتنعين بالعمليه الديمقراطيه بالادوات ديالها الكونيه المعروفه كونيا، هادو خصهم يكونوا داخل. ما حد كاين واحد الاتجاه طبعا ما غاديش كيفاش جماعه الإحسان خارج الاطار المؤسساتي، خارج الاطار ديال جمعيه قانونيه؟ لا ماشي هذا هو اللي ماشي شنو زعما خارج الجمعيه خارج البرلمان؟ لا كنقصد ماشي حزب سياسي الان، خارج التنافس على السلطه، ماشي حزب سياسي يتنافس على السلطه مع باقي الاحزاب السياسيه. ما حد هذا ما كاينش، ما يمكنناش نتكلموا على ان جماعه الإحسان هي داخل صيروره الانتقال الديمقراطي، وهذا كيخلينا نقولوا راه مازال ما نجزناش الديمقراطيه التي نحلم بها. راه خاص الديمقراطيه التي نحلم بها تعترف بالجميع بما في ذلك. انا كنظن غير بالنسبه لا انا كنظن السي حميد الدين عنده الصح في هذه القضيه. هي الانتقال الديمقراطي في المغرب ما يمكنلوش يكون بدون العدل والاحسان. دونك وحتى بمعنى انهم ملي كتكونوا كتكلموا على الانتقال الديمقراطي وداك الشيء يعني ما كتكلموا على مرحله ما قبل الانتقال لا كنتكلموا ما قبل بدايه انا شوف غنزيد ندقق الامور. ما كنتكلمش على وصفه مكتوبه، كنتكلم على تجربه نحن بصدد صناعتها عندها بزاف ديال النقائص، من بينها أن كاين قوى سياسية غير معترف بها داخل الأطر المؤسساتية التي ستؤدي بنا إلى الديمقراطية الكاملة. معنى ذلك أنه محد جماعة العدل والإحسان ليست حزبا سياسيا. طبعا أنا ما كنحددش أنا المسؤوليات، أنا كنتكلم على توصيف دقيق. فقط غير حزب سياسي، لا حزب يعني سياسي خصها تدمج في الصيرورة ديال الانتقال لا ما كانش حزب سياسي يعني ينافس على السلطة. لا غتنتهي بأنها تكون حزب سياسي. نعم لا اللي بغيت نقول هنا بالنسبه للقضيه ديال الانتقال الديمقراطي ما خصش طبعا الفاعلين كلهم يفهموا بانه كون العدل والاحسان ما كايناش اذا مسؤوليه العدل والاحسان. لا ماشي انا قلت ما كنحددش المسؤوليات. يمكن يكون شويه في العدل والاحسان، يمكن يكون شويه في النظام السياسي، يمكن يكون في العدل والاحسان بوحدها، يمكن يكون في النظام السياسي بوحده. لكن من المؤكد انه خص يكون حوار ما بين ماشي فقط جماعه العدل والاحسان والنظام السياسي ومن يمثله، ولكن جماعه العدل والاحسان وباقي الاطراف السياسيه وايضا النظام السياسي على معالجه هذه النقطه هذه بالضبط. انا متفق هذه جبتها كمثال. لا تسمحوا لي انا نبغي السي عبد العالي يقفل. لا غير يقفل لان كنظن بان التوضيح بان. انت ما كتعتقدش بان بالضروره في الامد المتوسط غنكونوا حسمنا كافه مقتضيات الانتقال الديمقراطي. عندك امل اننا كنتقدموا وغنستمروا نتقدموا في النسق العام، ولكن فين غنكونوا وصلنا ما عرفناش. ما يمكنش نعبروها كما كيقولوا، ما يمكنش نعبروها. انا نبغي نرجع، ولكن كاين واحد النقطه اساسيه الا سمحتي لي نختم بها، هو انه ما غيمكنناش نديروا واحد التحول في المنطق ديال ممارسه السياسه في المغرب في ظل عدم الاستقرار، وهذا كنظن انه مكتسب في المغرب. واخا في بعض الاحيان نحتاج الى تقديم فيه تنازلات يعني قاسيه، ولكن كنحميو الاستقرار في بلادنا لانه كيسمح لنا بالتفكير الهادئ، وكيسمح لنا بالحوار، وكيسمح لنا باش نفكروا في اجواء هادئه ما فيهاش ضغط. هذا العنصر الاول. العنصر الثاني هو ايضا كنظن اساسي، هو اللي كنت بغيت نتكلم فيه على هو المزيد من الانفتاح على القوى السياسيه اللي هي موجوده خارج الفعل السياسي المباشر. هي عندها فعل سياسي غير مباشر بحال جماعة الإحسان، لكن الفعل السياسي المباشر أقصد به أنه تطرح مشروعها السياسي على المواطنين اللي كيصوتوا عليها في إطار ديمقراطية كاملة.
لا من فضلكم يمكن ان نساهم. لا سمحوا لي الله يخليكم، انا باغي نجي لعندك. اما الانتهاكات اللي كتوقع على الحق في التظاهر الا سمحتي لي ماشي سي فؤاد، ولا عقب في الموضوع ديال الحق في التظاهر والضرب ديال بعض الناس، وخاصه فاش يكون برلماني او كذا، راه هذا انتهاك لحق في التظاهر، ما يمكنش نسميوه شي سميه اخرى، وراه ما خاصش نسكتوا على هذا الشيء، بمعنى انه خاص الجميع ينتفض ضد مثل هذه الانتهاكات لكي نطالب بتحديد المسؤوليات بدقه. ما يمكنش نستمروا في تشتيت المسؤوليات، ما يمكنش نستمروا احنا درنا تحقيق وما نعنوش على النتائج ديالو. هذا الشيء خصو يوقف، وخاص كل شيء يتجند ليه. غير الى شي واحد غمض عينيه وما بغاش يقوم بواجبه، ماشي معناتها انني غنتبانيكا وغادي نقول ايوا اذا ما كاينش الديمقراطيه، لا، غادي نسمي هذا ارتداد، وغنطالب وغنستمر في الكشف عن من يمارس هذه الانتهاكات، وغنطالب في الفضح ديالو، وغنطالب في الانتهاكات. نعم، لا درجه المسؤوليه مختلفه طبعا، اللي في الحكومه ماشي هي المسؤوليات واحد. لا دابا طبعا انا مسؤول علاش؟ انا بوليسي كيضرب واحد في الشارع، انا نطور كيفاش طبيعي انا غنغير او لا على قاضي كياخذ الرشوه يعني فوق لا معنى ان لا اسمح لي دابا باغي تسمحوا وجود لا قانون وجود دابا انت دير جميع الوسائل والتنميه في الحكومه ما منعش البوليسي يضرب هذاك طبعا. هذا اللي بغينا نقولوا، بمعنى انه الحكومه مسؤوله باش دير لنا واحد المشروع ديال حكامه امنيه فيه قوانين دقيقه اللي تفرض على كل من يتولى مسؤولية السلطة القوى العمومية أن يخضع لتكوين يراجع به الثقافة ديالو اللي خداها في زمن انتهاكات ديال حقوق الإنسان. لا ما يتغيرش بين عشية وضحاها. لا ماشي محور وغنهيئوا سي عمر. أنا كنظن بأن مازال المحور ديالنا هو أي أفق. سي عمر كان دقيق في المشروع اللي اقترح علينا قبيله، كيقول لنا بأن كيآمن بأن غادي نكونوا في دولة عصرية ديمقراطية ودولة ديال الحريات، وكتعرف بأن من القضايا اللي كتخلق يعني رجة كبيرة وتخوفات، وسي عبد العالي دابا عاد لح عن حق على الاهتمام بالاستقرار والأمن من طرف المواطنين. الناس كيقول لك أودي هاد خياتنا هادو اللي ما هماش حزب رسمي، اللي ما داخلينش التسابق الانتخابي، اللي ما كنعرفوهمش مزيان، وحنا يعني لا اسلاميين كيقول لك هاد خياتنا راه في الغالب الكلام على الديمقراطيه غير تقيه. كيجي الان سي عمر كيقول لنا سي عمر كيقول لنا حنا مشروعنا هو الدولة العصرية، دولة الحريات ودولة الديمقراطية. واش يمكن توضح لنا بالضبط ما هو موقع القرار الديني أو قرار الجماعة الدينية في التأثير على قرار الدولة والإدارة؟ واش يمكن توضح لنا بالضبط ما موقع الحريات العامة والفردية في تصوركم للدولة الديمقراطية التي تنشدونها؟ يمكن السي محمد أنا بغيت واحد القضية، كاين جوج ديال المفاهيم تتداول وكيمكن توقعنا في كثير من الأخطاء بعض المرات خص تدقيقها. المفهوم الأول هو المفهوم ديال ما كايناش وصفات الانتقال. الوغ ما كايناش وصفات الانتقال لأنه الاستراتيجي كيختلفوا، منين مشينا وما كنعرفوش وقتاش كنبدا وقتاش كان صحيح، ولكن واخا صحيحه ما كتمنعناش اليوم من خلال التجارب المختلفه نستخلصوا واحد ما يمكن ان يسمى قواعد عامه للانتقال. حنا ماشي قواعد اجباريه كل وحده منها اجباريه. هو مثلا استاذ حميد كان كيتكلم وجبد وحده اللي هي المشاركه، لامبليكاسيون ديال القوى الاساسيه. هذه الا ما كانش ما يمكنش يكون انتقال. علاش؟ لان هذيك القوه الاساسيه كيمكن لها في مرحله لاحقه تفجر داك الشيء ديال، فلذا خصها تكون. الوغ النقطه الثانيه، المفهوم الثاني، ما كانش غادي نوقفوا نتسناوها حتى توجدي على خاطر ماشي الا ما كانتش غنبقاو واقفين كنتسناو. هنا شوف نقولوا لها عافاك الا ما كنتيش حنا ما نديروا حتى حاجه. لا راه غنستمروا وغنبقاو مستمرين في الحوار، لانه البلاد ما يمكنش توقف. عرفت؟ لا البلاد راه ما تتوقفش. كنهضروا دابا على جهات اخرى، لان كاين جهات اخرى هذا غيكون بالنسبه لها
ذريعه باش نرجعوا للمربع 0. طبعا هنا هذه القوه خصنا نعرفوا شكون هي وعلاش ما جاتش وعلاش كذا، واحد العدد ديال الاشياء. كيتباشر الحوار باش كنوصلوا لهذه القضيه، وما يمكن ليناش ما نوصلوش ليها، وعندنا الامكانيات ديال نوصلوا ليها في المنطقه الى اخره. النقطه الثانيه، المفهوم الثاني اللي خصنا نحضروا منه اللي خصنا نحضروا منه هو المفهوم الاستقرار. جاء على لسان السي عبد الاله بن كيران، وكنظن بانه كيدوي اشياء اللي هي ضد مصلحته. لما كيقول بانه الا كان شي فائده عند هذه الحكومه هي انه المظاهرات ما بقاوش، وراه حيت المظاهرات ما بقاوش السي بن كيران علاش كيعطيوك العصا؟ لا زعما راه هذه هي الصراحه، راه كانوا كيحميوك هذوك الشباب. هذه الفكره الاستقرار الا تفهمات على انها تجريد القوى اللي غتناضل من اجل الانتقال، من الحق في النضال والضغط راه غيولي هذا. اعتقد هناك مستويان من الاستقرار، كاين الاستقرار ديال الوضع الآسن اللي ما كيتحركش، وكاين الاستقرار ديال الاطمئنان على الاستمرار في التدبير الامني الامين للعبه السياسيه. انا نبغي نرجع واخا انا نعطي السؤال اللي طرحت له ونضيف له الا كان ممكن ذكرنا بالله الثلاث ديالهم، لا للعنف لا الاستقرار اللي هضر عليه ابن كيران والمظاهرات ما بقاوش. المظاهره السلميه خصها ما تعتبرش بانها نفي الاستقرار، وبان اذا اعتبرناها نفي الاستقرار كنجردوا الفاعلين من الادوات ديالهم. هذا اللي بقات لنا جوج دقائق الله يخليك، غادي خصنا يوضح. هي ما كافيانيش، هي اللي عندنا. لا هي ما كافيانيش لان التارو بزاف ديال فوالا هذا هو اللي كاين. التارو دابا بزاف ديال القضايا، وانت فتحتي واحد الورش اللي هو كبير بزاف، حقا ماشي غادي نهرب منه ولا كذا، لان عندنا فيه زعما مقادين فيه الجواب. ولا انا غير اللي نخاف زعما هو انه تكلم السي محمد على شي ديال 20 فبراير والتظاهر ما بقاش. ولا دابا المصيبه الكحله اللي ولينا دابا تنعيشوها هو انه جزء كبير من الشباب ديال 20 فبراير تيتحاكم، وتيتحاكم بنفس ديك الطريقه اللي دوينا على دوك السيدات بثلاثه اللي لقاو عنده طرف ديال الحشيش، اللي قال شي حاجه، اللي لصقوا ليه شي تهمه، اللي كذا. هذا مشكل كبير بزاف. بل اكثر من هذا هو ان تلقاو بان اللي المفروض انه يشكر هاد الشباب لان هيئوا مناخ سياسي باش على الاقل المهم زدنا شي خطوه، واش هي ماشي هي بنفس الوتيره، هذه غادي تختلف في التقديرات والتقييمات دابا تيتحاكموا. نعاود ناكد على واحد المسألة، حنا بصدد بغينا ولا كرهنا واش غنوصلوا للانفجار؟ ما نوصلوش للانفجار، ولكن نحن على عتبه اننا غنعيشوا الموجه الثانيه ديال الحراك الشعبي، بغينا ولا ما بغيناش. اشنا هي هذه الموجه الثانيه؟ لان هاد الشباب اللي بدا في 20 فبراير وهاد القوه اللي بدات في 20 فبراير راه من اهم الامور هو ان النسق الرسمي راه ما استوعبهاش، وهي فاعله في المجتمع. ونبدا نميزوا كاين اللي فاعل في المجتمع واللي هي مؤسسه ديال الدوله. هذاك المجتمع راه ماشي دابا هما فاعلين في غابه ولا هذا، راه فاعلين في اطار قوانين ديال الدوله، ولكن تيوسعوا الهامش ديال هاد القوانين. ملي تينوضوا شباب ديال 20 فبراير وتيقول ليه ندير تظاهر ما كاينش تصريح ولا هذا، لان في الاعلام صافي كاين شغلك هذاك. بل اكثر من هذا هو التظاهرات ديال 20 فبراير كلها اللي بدات من 20 فبراير حتى وحنايا غاديين كلها كانت سلميه. بل اكثر من هذا مابقاش محتاجه لان البوليس يحمي، ولا جزء من البوليس وجزء من البلطجيه ولا هذا ماشي تيحميوها. كلام كثير تقال على الجماعه. انا ما باغيش الجماعه تكون هي المحور ديال النقاش ولا هذا، ولكن انا عاود ناكد الجماعه فاعل اساسي في المجتمع، عندها مقاربه سياسيه للتغيير في المجتمع والتغيير السياسي. ما يفرضش عليها شي واحد تختار الطريق هو يمشي في الطريق ديالو، وكل الطرق غنقدر نقول كلها سالكه بنسبه من النسب. اللي تيشتغل من داخل المؤسسه، تيشتغل من داخل البرلمان، من داخل الحكومه، يكون واضح. الى وصل الباب المسدود، الازمه السياسيه تتعاون بزاف على احداث التغيير المجتمعي. يقول اعيب الله تعاقدت معكم على واحد المساله، انا كان عندي تقدير عاجز الان
ان اوفي بالوعد ديالي. هذا غادي يخدم. 4 ديال الكلمات غادي نعاود ناكد فيهم. المساله الاولى، خاص تفتح حوار مباشر ما بين الناس اللي معنيين بمناهضه ديال الفساد والاستبداد. النتيجه ديال هذا الحوار انا تنقول بالاضافه لهذيك الابعاد اللي هي نفسيه ديال الحوار، غادي تنتج عليه وثيقه، اعلان مبادئ. غادي يكون ديك الساعه ما نبخسوش هاد الناس، لان العدل والاحسان وسط هذا الحراك بالتاكيد ماشي هي اللي كانت متحكمه فيه، كانت فاعل فيه اساسي، نص اساسي، ثانوي، كذا، ولكن ماشي هي اللي غادي توجه. فإلا كان شي اعلان مبادئ، العدل انا اؤكد زعما، وهذا التزام اخلاقي سياسي شرعي، اي حاجه غادي نتفقوا عليها سنكون اول المنضبطين لها. الامر الثالث هو النضال الميداني. ميزان القوه تيتصنع في الشارع، لان السياسات يديرها الشعب، العامل الحاسم فيها كله هو الشعب. واللي بغى يبقى يدير السياسه في مؤسسات نخبويه تتبان غير في التلفازه اللي ما تيشوفها حتى واحد، بالتاكيد راه ماشي فاعل مجتمعي. فالفعل في المجتمع هو اللي غيدير داك التكتل، وهو اللي غادي يحرك. انا داك غادي تنعاود تنقول وضعنا في السكه، ندخلوا الانتخابات، ندخلوا لهذا، كلنا هادشي اللي باغيين. الجماعه ما تتخوف حتى واحد، والجماعه حركه سلميه ما تجرب عليها عنف، تمارس ضدها عنف، تتوفي بالعهود ديالها. بل النموذج ديال الحركه الاسلاميه المغربيه في الاتجاه ديال رفضها للعنف، وفي الاتجاه اللي في الثمانينات كانت تترفض السريه، في الاتجاه ديال انها حركه مغربيه اصيله، هي جماعه العدل والاحسان. هادشي ما نظنش شي واحد يزايد فيه ولا شي واحد ينكر. كنظن بان انتهى لنا الوقت الان لهذه الحصه. كنشكركم كثير على هاد الاسهامات، والتزامنا هو ان مازال غادي نستمروا في نفس هاد النقاشات هذه في اجال قريبه. شكرا كثير.